السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده هانضّف معاكم البوتاجاز المعفن زي ما أنتم شايفين كده. ده بوتاجاز المصري بجد، مصري الأصيل يعني، بس في ناس طبعًا بتنضّف بوتاجازها كل يوم، فده تمتنع عن إنها تشوف الفيديو يعني. خلّينا في اللي زي حالاتي كده. بوتاجاز طبعًا بعد رمضان، بعد هدة حيل بتاعة رمضان، الحروق اللي في الجناب دي كلّها هنشيلها إن شاء الله، عليها بطاطس بقى محمّرة، عيدان كبريت لإن الإشعال الذاتي بتاعي بايظ. أول حاجة طبعًا بنعملها إن إحنا بنشيل الحاجات دي. قبل ما نشيل العيون المفروض نشيل البواقي اللي عليها، الزوايد اللي عليها، الحاجات الواقعة دي كلها نشيلها عشان ما تقعش مكان العيون كده، وتخلي العين بعد كده تطلع الهباب او السواد اللي بيطلع على الحلل دي. نجيب ميه سخنه نحطها. لو طبعا البوتاجاز بتاعك شغال، الفرن بتاعك شغال، فاشتغلي بيه هيكون 100 100. ما تحطيش ميه سخنه ولا حاجه، حطي اللي بتاع طول واشتغلي. مش هتلسوها ولا حاجه، وهطلع معاكي الاوساخ والحاجات دي بسهوله جدا، والدهون واي حاجه محروقه تطلع معاكي بسهوله. نجيب سلكه الستانلس والصابون الاسود اللي احنا بنعمله في البيت بتاعنا العادي، او صابون احنا شاريينها، وبنحط عليها. طبعا لو الفرن شغال تمام، مش شغال يبقى ميه سخنه كده، ونبدا ان احنا نحط، ونبدا ان احنا نحك كده، كل ده بيطلع. انا طبعا الحروق دي من الصاج، يعني الصاج لما بيرد الولع تحته فبيحرق، بيحرق تحته كده، بيسيب علامات. وكمان بيحرق الصاجه نفسها، بتلاقوها في حته في العينين اللي هم، يعني المفروض العينين الوسط اللي احنا بنشتغل عليهم دايما، هم دول اكتر عينين احنا بنبهدلهم عموما بنشتغل عليهم. فهم دول العينين اللي بيكون عليهم دايما الحروق دي، من الصاج لما بسخن بيه عليه العيش، او حاطين شياطه او اي حاجه بترد الولعه لتحت، لو احسن مولعين الولعه يعني، او بنشوي سمك او كده، بتلاقيها حرقت البوتاجاز من تحت. زي ما انتم شايفين بالسلكه بيطلع كل حاجه زي ما احنا شايفين. طبعا العين اللي في النص دي ما بشغلهاش كتير، فهي مش عليها حاجه يعني، انا ما بشغلهاش تقريبا بقالي فتره، حاطه ورق فويل عليها على العين بتاعتها وخلاص وسايباها. فبيبقى عليها حروق بقى، مش عليها حروق، عليها دهون طرطشه بس، دهون كده وخلاص. طماطم بقى مسبكاها، زيوت متطايره، اي حاجه من دي. بين كل شويه كده باخد السلكه تحت الحنفيه وامشي الدهون والاوساخ اللي فيها دي، وارجع اشتغل بيها تاني زي ما احنا شايفين. بصوا بتطلع معانا يعني. انا عندي باور وكل حاجه، بس انا مش بحب، انا بجيب الباور عشان بنتي لما تيجي تغسل بتقول لي انا مش هغسل بوتاجاز بالباور، عشان بيبقى ايه، مش محتاجه انها تحك ولا حاجه من دي يعني، زي ما احنا بنعمل. لكن احنا بالنسبه لنا بنشتغل عادي، مش بياخد معانا وقت يعني. ما كملش 10 دقايق، نقول 5 دقايق وكنا خلصناه، ولا رشينا واستنينا على ما الحاجات دي ساحت ولا اي حاجه من دي. تشتغل في وقتها على طول. بناخد اول دور ده. دي الحروق بقى اللي انا بقول عليها، اللي هي بتطلعش دي، بتبقى محروقه، اللسان نفسه محروق. بصوا. دي بقى بنشيل اول طبقه احنا طلعناها، بنمسحها كده بحاجه، ونرجع بقى عشان ناخد ايه، الوش التاني ليها، زي ما احنا شايفين كده. بنشيل ده عشان نعرف بقى ايه اللي باقي معانا، عشان واحنا بنشتغل عليه نضغط عليه تاني في المره التانيه بقى. يبقى خلاص كده البوتاجاز بتاعنا نضيف. هنا بقى الازاز انا ما بحطش عليه ستيكر من يوم ما اتجوزت، هو على النظام ده زي ما انتم شايفين كده. انا بغسله، وانا بغسل البوتاجاز بغسله فدايما نضيف. مش بركنه، بس برضه بالسلكه الخشنه كده، واحط عليها صابون وباللها بميه دافيه كده، وابدا ان انا ادعك الازاز. بينضف ويكون زي الفل زي ما احنا شايفين. بجيبه من قدام، وبجيب الحته اللي فوق بتاعته، اللي هي القفله اللي فوق البيضه دي، عشان البوتاجاز بتاعه ابيض، وبجيبه من ورا، وبجيبها من ورا برضه. بصوا. بينضف وبيلمع وبيرجع ازاز زي الفل، ولا ستيكر ولا اي حاجه من دي. يعني مش بياخد معانا وقت، البوتاجاز نفسه بياخد وقت عن الازاز، فمش لازم الستيكر ونكلف نفسنا والكلام الفاضي ده. طبعا هو منظر وكل حاجه، بس لا، انا من يوم ما اتجوزت وانا سايباه على حاله كده. بغسله بحس بلمعته، لما اغسله ينضف معايا. وبرده باجي انا وانا بجيب هي الحاجه اللي انا بمسح بيها، مش بتكون نفس الحاجه اللي انا كنت ماسحه بيها البوتاجاز الاول، لان كلها بتكون متبهدله. نجيب حاجه نظيفه شويه، وبالله شويه ميه، واخدها وش كده امسحها، وارجع كمان بالسلكه واديها كمان وش من ورا ومن قدام. طبعا اللي احنا شغل كله بيكون بحاجه، يا ريت تكون حاجه فيها قطن في الحته الاخيره دي، في التطويق الاخير ده لازم تكون حاجه فيها داخل فيها قطن، عشان تعرف تشرب معانا وتنضف كده، ما تبقاش متوصل الازاز ولا متوصل البوتاجاز بتاعنا. بصوا كده. كمان كمان فوطه، نديه كمان فوطه كده من ورا ومن جوه من قدام، عشان يلمع معانا ويكون حلو. بصوا هنا. طبعا وانا شغاله برضو باخد الجنب بتاع السيراميك، الجنب اللي هي جنب البوتاجاز ده، لان يكون عليه طرطشه طرطشه برضو بتاعه الآلية والحاجات دي، والطماطم. فباخدها معايا كمان بالسلكه. طبعا الاجزاء التانية دي مش بعملها كل ما اعمل، يعني البوتاجاز مش بغسل المطبخ كله كل ما اغسل البوتاجاز. بس على الاقل باخد الحتت اللي هي اللي عليها الدهون والاوساخ اكتر يعني. ده بقى بناخدها الفم التاني زي ما احنا بنقول، ده بتكون بقى ما فيهاش شغل شويه. بناخد بس يعني الحواف دي بيكون فيها لسه حاجات، بناخدها، اللي هي الجناب بتاعه الجناب بتاعه المستطيل بتاع البوتاجاز، طبعا 3 مستطيلات. الجناب دي بيكون فيها لسه دهون، شويه دهون متماسكه، لكن الحاجات الاساسيه اللي هي بتبقى احنا بنحكها بتبقى دي في الاول. وكل شويه طبعا زي ما قلت لكم باخد السلكه اللي معايا دي، السلكه دي طالع يروح ابوها يعني، ممكن اقول لكم دي ثالث مره اغسل بيها البوتاجاز.
بنجيب السلكه اللي هي المتينه الحلوه دي، او لو جبنا اللي هي الضعيف بنجيب اتنين في بعض عشان يعيشوا معايا فتره، واعرف اتحكم فيها وانا بغسل بيها. اخدها ده على الحنفيه، اروح جايه شطفاها وبالصابون تاني واحط عليها وابدا ان انا انضف تاني. هو كده خلاص يعتبر يعني. هو بصوا بقى كده المسحه دي كمان، وبعدين والبتاع دي برضو الفوطه اللي انا بمسح بيها دي او القماشه اللي انا بمسح بيها برجع اخدها كمان على الحوض اشطفها واعصرها كويس وارجع ان انا اشتغل بيها امسح بيها تاني. او ممكن اسيب فيها شويه ميه لحد ما اخلص خالص بقى شويه ميه كده، بس طبعا كل شويه بغسلها عشان تنضف معايا كويس جدا، تدينا نتيجه نكون مرضين عنها. طبعا الحروق دي مش هتطلع بقى خلاص. اللي هي في حروق جنب العين، جنب العين اللي هي النقطتين دول اللي جنب العين، دول بيكونوا من مكان الاشعال، لان الاشعال عندي كان بايظ وشيلته خالص بقى، جبنا واحد وشاله خالص. وكمان المفاتيح اللي هي كانت بتمسك الصاجه الفوقانيه دي من فوق، احنا شايلينها في مكانها بيكون معلم. عشان وممكن الصاجه دي انا بشيلها يعني، انا اللي هو اللي جه بتاع اللي هو بينظف البوتاجازات ويظبطهم ده، سمكري لما جبته راح جاي خلع لي البتاع دي على بعضها يعني. انا ممكن في اوقات بشيلها اخدها على الحمام واقعد اغسلها براحتي يعني. دي الحته اللي أنا بقول عليها. وطبعا اهم حاجه هو قال لي عليها، انت لما تيجي تشيلي تنضفي البوتاجاز سيبي العيون وامسحي اللي حواليها الاول، الحاجات اللي هي بتبقى واقعه دي، وبعد كده ايه حطي وبعد كده شيلي العيون نفسها. كل غسله لازم نشيل العيون، ما نسيبش العيون موجوده يعني، ما نغسلش البوتاجاز ونغسله وننضفه ونروقه ونسيب العيون كل مره. العين ما تقدرش تطلع معانا في مره، في مره بتيجي تبدا انها مثلا تسود معاكي او حاجه تنزل فيها وتسود، يجي يجي ينضفهم لك بيكسر بقى الحاجات اللي جوه، ما يعرفش ينضفهم، يروح جاي كسر المواسير اللي جوه دي. فبتبقى بيبهدل الدنيا بصراحه. فمن يوم ما قال لي على الحكايه دي وانا كل مره حتى لو مسكت معايا شويه بدق عليها شويه كده بالسكينه ولا بحاجه من الجناب واطلعها. بحط بقى في الاخر هنا شويه خل وان انا بطوق بيه. في طبعا في هنا حاجات تطويز برضو على البوتاجاز ده، بسبب ان بنتي حطت قبل كده عليه فلاش اللي هو بتاع الحمامات، فبيخلي الاستانلس، احنا عارفين بيبوظ الاستانلس. فبحط شويه خل في الاخر كده عشان ايه يدونا اللمعه الحلوه دي. وهو كده على كلها كده، وبعدين بعصرها وارجع اشتغل عليها تاني. البوتاجاز بتاعي اللي فوق بس ستانلس، لكن الجناب بتاعته اللي هي كانت صاج ابيض، صاج ابيض، فبالنسبه لي هي مصديه فيها صدى. لكن من فوق طبعا الستانلس حلو. طبعا البوتاجاز لما تجيب الستانلس كله بيكون افضل طبعا، ولا بيصدي ولا بيمشي فيه بارومه ولا اي حاجه من دي. بصوا هنا بعد ما كده خلصت، بصوا الحروق دي كلها طبعا زي ما قلت لكم من قبل كده، لما الولعه بترد على على الستانلس نفسه بتحرقه. زي ما احنا شايفين العين اللي في النص حطيت عليها الفويل، وهركب عليها العين بتاعتها برضو واحط عليها فويل وهركنها على كده. وقت ما احب ان انا استخدمها بقى بستخدمها بقى براحتي، لكن طبعا أنا مش محتاجاها لان مش هي بتبقى بنحط عليها الحيل الكبيره بس. لكن في الاستخدام العادي بنستخدم العيون اللي هي الاتنين العين وسط ده الباور ومليان كمان يعني. انا موجود عندي وانا بستخدمه بتاع ميه حلو جدا على فكره. بس انا مش غاويه ان انا استخدمه يعني. اتمنى اكون افدتكم وما قفلتش نفسكم عن عن الفيديو، بس شجعتكم على الاقل ننضف البوتاجاز بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.